إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك وضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي استعراضا لمقال كتبه حمد عبد الرحمن سليمان في مجلة قراءات إفريقية بعنوان هل تشهد إفريقيا حروبا إقليمية كبرى؟ ونشرته المجلة في موقعها الإلكتروني في 16 من فبراير الماضي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. منظمات إنسانية تناشد السلطات الأوروبية بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ مهاجرين عالقين على منصة نفط قبالة السواحل التونسية. والصومال يدرس منح أثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت منظمة سي ووتش الخيرية الاثنين إن أكثر من 30 مهاجرا بينهم طفلان عالقون منذ 3 أيام على منصة نفط قبالة سواحل تونس، مشيرة إلى أنهم في حاجة ماسة إلى المساعدة. وذكرت المنظمة في بيان لها أن طائرة استطلاع تابعة لها رصدت المهاجرين على منصة النفط مسكار يوم السبت، وكان هنالك قارب مطاطي فارغ يطفو بالقرب منها. وقالت المنظمة إنها تأكدت لاحقا من أن المهاجرين شوهدوا مجتمعين تحت بطانيات على سطح المنصة محاولين الاحتماء من الرياح والأمواج. من جانبها قالت منظمة الأرمفون، وهي مجموعة تقدم المساعدة للمهاجرين عبر البحر، قالت في تقرير لها إن المهاجرين العالقين هم بدون طعام منذ 3 أيام وفي حالة صحية حرجة. وناشدت المنظمة السلطات الأوروبية بضرورة التحرك فورا لإنقاذهم وإحضارهم إلى بر الأمان. ووفق ما ذكرت منظمة الأرمفون، فإن المهاجرين العالقين أبحروا من الشواطئ الليبية، وحتى تحرير هذه النشرة لم ترد أي تفاصيل بجنسيات المهاجرين العالقين، كما أن الغموض ما زال يكتنف مصيرهم. أعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر أن الحكومة الصومالية تدرس منح أثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي. ووفق ما ذكر موقع الصومال الجديد، أشار الوزير في مقابلة مع قناة يونيفرسال المحلية إلى أن البلدين يجريان محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول شهر يونيو المقبل، مضيفا أن هذا الإطار سيحدد نوع الميناء الذي سيتم منحه لأثيوبيا والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع. هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأثيوبي بشأن هذه الخطوة التي قد تساهم في إنهاء النزاع القائم بين الدولتين. تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي كان قد أشار في ديسمبر الماضي إلى أن المنفذ الذي ستحصل عليه أثيوبيا سيكون منفذا تجاريا ولغرض بناء ميناء فقط، وسيبقى تحت سيادة الدولة الصومالية. يذكر أن أثيوبيا التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء أصبحت دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا في عام 1993، مما جعلها تعتمد على موانئ دول الجوار للوصول إلى البحر. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا
مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي وضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي استعراضا لمقال كتبه حمدي عبد الرحمن حسن في مجلة قراءات إفريقيا بعنوان هل تشهد إفريقيا حروبا إقليمية كبرى؟ ونشرته المجلة على موقعها الإلكتروني في 16 من فبراير الماضي. نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها مقالا كتبه الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن في مجلة قراءات إفريقيا، ونشره موقع المجلة في 16 من فبراير الماضي. يتناول المقال الحروب والصراعات الدائرة في إفريقيا، وهل من الممكن أن تؤدي هذه الحروب والصراعات إلى حرب إقليمية كبرى بين الدول ذات المصالح، والتي تسهم بطريقة أو أخرى في إشعال فتيلها وإذكاء نارها، مما ينذر بتفجر الصراع بين حلفاء المتحاربين للمتحاربين أنفسهم، وبالتالي خروج الصراع من طرفيه الحقيقيين إلى أطراف أخرى، مما قد يسهم في اتساع رقعة الحرب وإطالة أمدها، وبالتالي تعاظم خسائرها بشريا وماديا. وما هو المخرج الذي ينبغي أن يسلكه الفاعلون السياسيون لتلافي ذلك على مستوى الدول أو مؤسسات الاتحاد الإفريقي وآلياته؟ فإلى المقال. يستهل حمدي عبد الرحمن بمقولة المناضل الجاني كومي نكروما الشهيرة: إذا كنا منقسمين فنحن ضعفاء، ولكن إذا اتحدت إفريقيا يمكن أن تصبح واحدة من أعظم القوى الداعية للخير في العالم. ويستطرد قائلا يؤكد هذا القول الحكيم على أهمية وحدة الدول الإفريقية لمنع النزاعات الإقليمية من أن تصبح حروبا أوسع نطاقا. ولكن يبدو أن الأفارقة لم يتعلموا الدرس بعد، حيث أن إفريقيا أضحت أكثر المناطق في العالم من حيث عدد الصراعات التي تكون الدولة طرفا فيها. لقد تم تسجيل 29 صراعا نشطا في عام 2023 مقارنة بنحو 15 صراعا فقط في عام 2013. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية فقدت إفريقيا أكثر من 330 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمعارك، مما يجعلها واحدة من أكثر الفترات عنفا في التاريخ الحديث. ليس هذا فحسب، بل أودت الحرب الأهلية في السودان وحدها بحياة ما يقدر بنحو 150 ألف شخص حتى أوائل عام 2025، مع نزوح الملايين ومواجهة ظروف أقرب ما تكون إلى حالة المجاعة. وفي الوقت نفسه تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطة اشتعال أخرى مع استمرار العنف الذي يشمل متمردي حركة M23 والجهات الفاعلة الإقليمية، مما يزيد من تعقيد الأزمة. وتؤكد هذه الأرقام على التحديات المتزايدة التي تواجه القارة مع هشاشة الدولة وعدم الاستقرار الإقليمي. ويسعى هذا المقال كما يقول كاتبه إلى مناقشة احتمالات تصعيد النزاعات الداخلية والإقليمية في إفريقيا في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها النظام الدولي، ولا سيما بعد عودة دونالد ترامب الثانية إلى البيت الأبيض. وفي عنوان جانبي الترامبية الجديدة والفوضى القادمة في إفريقيا، يقول حمد عبد الرحمن إن صعود تيار الإعزالية الجديدة في ظل حركة ماجا أي جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الذي يتبناه دونالد ترامب، إلى جانب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وأوروبا، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار والصراع في إفريقيا. تاريخيا اعتمدت إفريقيا على الشراكات الدولية لحفظ السلام والمساعدات الإنسانية وحل النزاعات. ومع ذلك فإن تراجع الولايات المتحدة عن المشاركة العالمية وخلافها المتزايد مع أوروبا قد يضعف قدرة المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على معالجة الأزمات بشكل فعال. وقد يشجع هذا الفراق القوى الإقليمية والجهات الفاعلة الخارجية على محاولة تحقيق أجندة أحادية الجانب، كما حدث في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى سبيل المثال تهدد الحرب الأهلية المطولة في السودان
بالانتشار إلى المناطق المجاورة، في حين تؤكد مشاركة راوندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كيف يمكن للتنافسات الإقليمية أن تؤدي إلى تصعيد الصراعات. وبدون دعم دولي متماسك تواجه إفريقيا خطرا متزايدا يتمثل في ضعف الحوكمة والحروب المطولة وعدم الاستقرار عبر الحدود. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان: هل تشهد إفريقيا حروبا إقليمية كبرى؟ وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوين غازيتنياتا زدالو نتا راديو. وحول الحرب الدائرة في السودان واحتمالية قيام حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، يقول المقال: لقد دمرت الحرب الأهلية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع البلاد، وشردت الملايين وتآكلت مؤسسات الدولة، فضلا على أن السودان يشهد مع بداية العام الحالي تصاعدا في الانقسامات السياسية، مع خطر حقيقي يتمثل في تشكيل حكومة موازية تدعمها قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها. هذا التطور يعكس تعقيدات الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، ويعكس إعلان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية كأكبر تحالف معارض على انقسامها إلى مجموعتين بسبب الخلاف حول فكرة الحكومة الموازية مدى عمق الأزمة السياسية، ويهدد بتفتيت البلاد إلى مناطق نفوذ متصارعة. ويلاحظ أن الفسائل التي أعلنت فك الارتباط مع تنسيقية تقدم ورفضت فكرة الحكومة الموازية تشمل أحزابا رئيسية مثل حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث القومي، إلى جانب لجان المقاومة والمجتمع المدني وشخصيات مستقلة. في المقابل دعمت شخصيات بارزة مثل الهادي إدريس والطاهر حجر وبعض الحركات المسلحة المنشقة فكرة الحكومة الموازية، مما يعكس عمق الانقسامات السياسية وسط الأزمة السودانية المتفاقمة. إن تفتت التحالف المدني السوداني تقدم يزيد من تعقيد جهود السلام، كما أن الرؤى المتنافسة للحكم بين الفصائل المدنية تضعف احتمالات تشكيل جبهة موحدة ضد الحكم العسكري. وإذا لم يتم حل هذا الانقسام فقد يرسخ سلطة قوات الدعم السريع بحكم الأمر الواقع على أجزاء من السودان، مما يشكل سابقة خطيرة للجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء القارة. وبخصوص الأزمة في شرق الكونغو التي يصفها الكاتب بأنها برميل بارود، يقول: في جمهورية الكونغو الديمقراطية حولت عقود من الصراع مقاطعاتها الشرقية إلى نقطة إشعال جيوسياسية. لقد أدى صعود حركة 23 مارس M23 مرة أخرى بدعم من راوندا إلى زعزعة استقرار شمال كيفو، ويهدد بالتوسع إلى جنوب كيفو. ولا شك أن سقوط قومة في أيدي متمردي حركة 23 مارس يؤكد ضعف القوات الكونغولية التي تعاني من الفساد وانخفاض الروح المعنوية، على أن الخطر في الأزمة الكونغولية هو دور الجهات الفاعلة الإقليمية التي يتم الزج بها بشكل متزايد في أتون الحرب، إذ تدعم راوندا حركة 23 مارس كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتأمين النفوذ والمصالح الاقتصادية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن جهة أخرى تقوم أوغندا بدور مزدوج، فهي تساعد رسميا القوات الكونغولية ضد الجماعات المسلحة في حين تقدم الدعم الضمني لحركة M23. ومن جهة ثالثة نشرت بوروندي آلاف الجنود لموازنة النفوذ الراوندي، ولكنها تخاطر بتصعيد التوترات بشكل أكبر. ويضيف الوجود العسكري لجنوب إفريقيا بعدا آخرا في التعقيد، حيث تسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولكنها تواجه اتهامات بالانحياز إلى أي من الجانبين. ولا يخفى أن تورط دول متعددة يعكس ديناميكيات الحرب العظمى في إفريقيا منذ عام 1998 إلى 2003، والتي شهدت تورط 9 دول
في صراع على موارد الكونغو ومستقبلها السياسي. وتهدد الأزمة الحالية بإعادة إشعال مثل هذا السيناريو، حيث تطغى المنافسات الإقليمية على الجهود الدبلوماسية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان: هل تشهد إفريقيا حروبا إقليمية كبرى؟ وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول الآثار الأوسع نطاقا في هذا الصراع، يقول كاتب المقال: يشترك كلا الصراعين في أوجه تشابه مقلقة، فالحكومة المركزية ضعيفة، والجماعات المسلحة تسعى إلى كسب الشرعية من خلال السيطرة الإقليمية، والجهات الفاعلة الخارجية تسعى إلى تحقيق مصالح استراتيجية تحت شماعة الاستقرار. إن هذه الديناميكيات تهدد بتطبيع هياكل الحكم المجزأ في مختلف أنحاء إفريقيا، حيث تعمل الميليشيات والجماعات شبه العسكرية كدول شبه مستقلة. وعلاوة على ذلك تؤدي هذه الصراعات إلى تفاقم الأزمات الإنسانية. ففي السودان يواجه الملايين مخاطر النزوح وسط ظروف أشبه بالمجاعة، وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فر مئات الآلاف من القتال المتجدد، مما أدى إلى تآكل الموارد المحدودة بالفعل في مخيمات اللاجئين. ويختم المقال بخاتمة يقول فيها: ما العمل إذن لتجنب كارثة الصراع؟ ليلخص الجواب في الآتي: أولا، يتعين على الاتحاد الإفريقي في ظل قيادته الجديدة والكتل الإقليمية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجتمع شرق إفريقيا إعطاء الأولوية للدبلوماسية المنسقة لمنع المزيد من التصعيد. ثانيا، في السودان يتعين على الوسطاء الدفع نحو عملية سلام شاملة تعالج شواغل أصحاب المصلحة العسكريين والمدنيين. ثالثا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعين على القادة الإقليميين أن يحملوا راوندا وأوغندا المسؤولية، مع تعزيز الحوار بين كينشاسا وحركة 23 مارس، مؤكدا على أن الفشل في اتخاذ قرارات حاسمة يهدد بتحويل الصراعات المحلية إلى حروب إقليمية واسعة النطاق ذات عواقب مدمرة على استقرار إفريقيا وتنميتها. وفي هذا السياق يقول: علينا أن نتدبر ما قاله نيلسون مانديلا: لا يولد المرء وهو يكره شخصا آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه، وعوضا عن ذلك يتعلم الناس كيف يكرهون، وإذا كان بوسعهم أن يتعلموا الكراهية فيمكن تعليمهم الحب. ولا شك أن مثل هذه الكلمات تسلط الضوء على أهمية المصالحة ومعالجة العداوات الكامنة التي تغذي الصراعات، مثل التي اندلعت في كل من السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. منظمات إنسانية تناشد السلطات الأوروبية بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ مهاجرين عالقين على منصة نفطية قبالة السواحل التونسية. والصومال يدرس منح أثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.